ابراهيم فايق النهارده في برنامج الكوره مع فايق عمل مداخله مهمه جدا مع ثروت سويلم احد بهوات رابطه الانديه المحترفين في مصر. وساله سؤال مهم جدا، قال له هو الزمالك لو ما لعبش مباراه القمه يوم الثلاث هيحسب منسحب ولا معتذر؟ فرد عليه بكل ثقه وقال له لا، يحسب منسحب. لكن الكارثه واللي بنتكلم عليه دايما ان الاشخاص دي اللي زي ثروت سويلم وعامر حسين واحمد دياب وكل اللي زي الشخصيات دي اللي هم بنقول عليهم سبب خراب الكوره في مصر، اسمع التصريح بتاعه لما جه اتكلم على اللائحه بتقول ايه. تعال نشوف. سؤالي الاخير هنا، الزمالك لو ما لعبش بتتحسب ايه؟ عقوبه في حاجه في اللائحه اسمها اعتذار، ولا عقوبه انسحاب، ولا مش بتقولوها اعتذار. ايه؟ لا، انسحاب طبعا، انسحاب والثلاث نقط اتخصموا. اه انسحاب. انا طبعا مش عارف ايه، مش فاكر اللائحه بتقول ايه. اه لكن لا، الانسحاب ما اعرفش يتخصم منه 6 نقط ولا ايه، مش فاكر بالظبط.